ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن نظريه الخلق عند المصري القديم، بس قبل ما نبدا موضوع حلقتنا النهارده ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي السودان، ويلا بينا نبدا الحلقه. زمان كانت اكتر حاجه بتعبر عن فكر الانسان الاجتماعي والسياسي والديني هي الديانه، وبالنسبه للحضاره المصريه فدي كانت مركز ثقل، لان من غيرها ما كانش الانسان المصري هيكتشف البعث والخلود او اي عقيده دينيه اخرى كانت هتوصل لنا احنا الابداعات العظيمه زي الاهرامات والمعابد والتماثيل او اي ابداعات تانية. طيب الديانه دي جت منين؟ جت بعد ما استقر الانسان وبدأ يلاحظ الظواهر اللي بتحصل حواليه، من شروق الشمس وغروبها، فيضان النيل وطرح الأرض، والإنسان المصري كان صاحب عقيدة دينية قوية جدا، بحيث إن إحنا لقينا في أحد مقابر تحتمس الثالث في وادي الملوك أكتر من 740 شكل الإله. ده كان دليل على قوة الآلهة ومكانتها عند المصري القديم، والآلهة كانت شيء مقدس جدا وله علاقة عند المصري القديم، بل احنا توصلنا كمان لآلهة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وكانت الآلهة دي بتتخذ أشكال لا حصر لها، نباتات وحيوانات وطيور ونجوم وغيرها من الحاجات اللي كانت في البيئة اللي كانت بتحيط بالمصري القديم. طيب ده بياخدنا سؤال مهم، هل المصري القديم عبد الحيوانات والطيور؟ والإجابة هي لا، المصري القديم ما عبدش الحيوانات والطيور لذاتها، بس عبدها لأنها كانت تمثل رمز أرضي لقوة خفية كانت بتحيط بيه، هو ما كانش يقدر يشوف إله زي إله تاورت، هي كانت ربة تحمي الأمهات عند الولادة، كانت على شكل أنثى فرس النهر. نجد في مقبرة تي في سقارة منظر الاصطياد وقتل أفراس النهر، وده دليل إن المصري القديم ما عبدش الحيوانات والطيور، كان المصري القديم يصور الآلهة في شكل آدم، ودي كانت أكرم صورة بيصورها المصري القديم للإله، ودي كان دليل على قوته وأبديته. طيب توصل إزاي المصريين القدماء لفكرة خلق الكون؟ من زمان والمصري القديم بيدور على آثار خلق الأرض وكيف بدأت الحياة، وتوصل الكهنة لبعض النظريات اللي بتحلل لهم فكرة خلق الأرض. 4 نظريات من 4 أماكن حضارية مختلفة، وهي عين شمس، شمنين، وطيبة، ومن. ما كانش في حاجة ساعتها بتسيطر على حياة الناس قد الدين، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفسر كل حاجة حوالين الإنسان المصري وكانت منفذ لخيالاته. وبدأت نظريات الخلق مع بداية عصر الاستقرار السياسي لمصر مع بداية الأسرة، واتخذ ساعتها الآلهة مكانة مقدسة جدا في نفوس المصريين. وهنبدأ مع أول نظرية عندنا النهاردة، وهي نظرية مذهب عين شمس أو هليوبلس أو أون أو كما تسمى بالتسوع، أحد أقدم النظريات اللي مرت في تاريخ مصر، وإن ساعتها كان الإله الخاص بعين شمس هو أتوم، واتحد مع رع بواسطة الآلهة مكون أتوم رع. بتقول النظرية إن العالم كله كان عبارة عن محيط اسمه نور، وظهر التل الأزلي اللي صعد عليه الإله أتوم رع، ومن ساعتها اعتبر التل الأزلي ده رمزا مقدسا عند المصريين القدماء. عطس الإله فخلق شو وتفنوت ربي الهواء والرطوب، وأنجبهما أيضا بدورهما جب رب الأرض ونوت ربة السماء، وأنجب الأخيرين إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. أنجب أوزوريس من إيزيس حورس، وأنجب من نفتيس ابنه الغير شرعي أنوبيس. تقدروا تعرفوا قصة ملحمة إيزيس وأوزوريس اللي عملنا عليها حلقة قبل كده، روحوا اتفرجوا عليها. نيجي للنظرية الثانية اللي عندنا النهاردة، وهي نظرية الأشمونين أو كما تسمى بالثامون. والأشمونين حاليا هي مركز ملاوي في محافظة المنيا، ودي كانت مركز لعبادة الإله جهود. النظرية بتقول إن اللي خلق الكون كانوا 8 أرباع على هيئة ضفادع وثعابين 4 و4، وكانوا عبارة عن أزواج، بحيث حو وحوت يمثلان الماء، كو وكوكوت يمثلان الظلمة، ونو ونونوت يمثلان الفراغ اللانهائي، وأمون وأمونوت يمثلان الخفاء. والنظرية دي عملوها عشان ينافسوا بيها نظرية مذهب عين شمس. نيجي للنظرية الثالثة، نظرية مات. والنظرية دي بتقول إن الإله بتاع هو الإله خالق الكون، هو الإله الذي خلق نفسه بنفسه وخلق الكون بالقلب واللسان، بحيث إنها كانت فكرة تدبرها في عقله وصدرت عن لسانه فكانت أمرا بخلق الكون. ودي كانت من أكثر النظريات عمقا عند المصري القديم. آخر نظرية عندنا النهاردة وهو مذهب طيب، والمذهب ده بيقول إن التل الأزلي كان هو طيب، أي أن المحيط كله كان نون، وظهر التل الأزلي أنه هو طيب، وكان إله طيبة هو آمون، خلق آلهة الأشمونين الثمانية وانحدروا مع المياه إلى الأشمونين وانضم إليهم فيما بعد. والنظرية دي عايزة تقول إن آمون هو رب الأرباب جميعا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون إنها فادتكم، ونستناكم في حلقات تانية كتير. كان معاكم سيف نبوي من اعرف تاريخك. سلام.